ممكن أسألك سؤال؟ لو مراتك النهاردة قالت لك إنك أنت اتغيرت، هترد تقول إيه؟ طيب لو جوزك قالك أنت ما بقيتيش زي الأول، هتقولي له إيه؟ الغريب إن دي من أكتر الجمل اللي أنا بسمعها يوميا في العيادة. الزوجة تدخل تقول لي دكتور ده مش الراجل اللي أنا اتجوزته أبدا، وبعدها بيوم يدخل الزوج ويقول لي دكتور دي مش البنت اللي أنا عرفتها. طيب هو مين اللي اتغير؟ هو ولا هي؟ ولا احنا فاهمين الموضوع غلط من الاساس؟ لان اكبر كذبه بنصدقها بعد الجواز هي انه كان بيمثل عليا. خليني اقول لك حاجه كطبيب نفسي، قليل جدا اللي يقدر يمثل 24 ساعه في اليوم كل يوم لمده سنه او 2 أو 3. التمثيل ممكن ينجح في مقابله، في خروجه، لكن صعب جدا ينجح في حياه كامله. طيب لو مش تمثيل، امال ايه اللي حصل؟ انا في العياده لما بسمع دكتور هو اتغير، عمري ما بسال اتغير ازاي، انا بسال سؤال واحد: اتغير امتى؟ ركز في الاجابات. بعد ما خلفت اول طفل، بعد ازمه ماليه هو عدى بيها، بعد وفاه والده، بعد ما والدتها تعبت، بعد ما خسر شغله، بعد سنه من الضغط. هتلاحظ حاجه غريبه، التغيير تقريبا دايما بيجي بعد ضغط، وهنا القضيه بتبدا. فاكر زوجة كانت مقتنعة جدا ان جوزها خدعها، كانت بتقول لي ايام الخطوبة كان هادي جدا، دلوقتي اقل كلمة بتعصبه. بصيت وسألته انت بتنام كام ساعة في اليوم؟ قال لي تخاطيف يا دكتور ونومي خفيف جدا. قلت له اخر مرة ارتحت فيها امتى؟ ابتسم كده بتهكم وقال لي الراحة مش لينا يا دكتور، مش فاكر. لفيت لمراته وقلت لها هو غلط ان هو اتعصب وعلى صوته عليكي صح؟ قالت لي طبعا اكيد يا دكتور. قلت لها وانا متفق معاكي. سالتها سؤال غير الجلسه كلها: هو بقى انسان سيء ولا بقى انسان مستنزف؟ شايف الفرق؟ استنى، انا هنا مش ببرر الغلط، انا بشخصه. ده مش معناه ان هو بريء، وده مش معناه ان الطرف التاني ظالم، وده اهم فرق بين التشخيص والتبرير. في واحد من اشهر علماء العلاقات الزوجيه في العالم اسمه جون جوتمان، اكتشف حاجه غريبه جدا. قال في لحظه كده الانسان فيها بيبطل انه يسمع، مش لانه مش عايز يسمع، لكن لانه بقى مش قادر يسمع. خليني اوريك. زوجه بتقول لجوزها بهدوء احنا بقالنا فتره ما بقيناش بنقعد مع بعض قعده اسريه. هي كانت نفسها تتكلم معاه زي اي زوجين طبيعيين، فجاه انفجر وقام قايل لها يعني انا مقصر دايما، يعني انا وحش؟ اتصدمت وقالت له انا ما قلتش كده. وفعلا هي ما قالتش كده، لكن هو سمعها كده، لان اللي دخل ودانه ما كانش هو اللي خرج من بقها. تخيل معايا كوبايه ميه مليانه ميه على اخرها، ضغوط، نوم مش كويس، كل مشكله كانت نقطه 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 لحد ما الكوبايه اتملت. فتيجي الزوجه تقول له احنا بقالنا فتره ما بقيناش بنقعد مع بعض. دي ما كانتش سبب الانفجار، دي كانت اخر نقطه خلت الكوبايه تدلدق براها. وده اللي بيحصل للمخ لما بيعيش ايام واسابيع وشهور تحت ضغط، قله نوم، مسؤوليات، خوف، تفكير، ديون، مشاكل. الجهاز العصبي بيبقى مستنزف، فيتعامل مع اي كلمه كانها اتهام او تهديد. وده اللي جون جوتمان سماه الفيضان العاطفي. اللحظة دي انت مش بتتكلم مع عقل هادي، انت بتتكلم مع جهاز عصبي مستنزف بيحاول يفلفص وينجو. عشان كده جوتمان بينصح الازواج لو حسيتوا ان النقاش هيخرج عن السيطرة وقفوه، مش هروب من المشكلة، لكن لان المخ مؤقتا بقى مش قادر يشوفها ويحلها. بس استنى، الضغط مش هو الاحتمال الوحيد. لما حد يقول لي شريك حياتي اتغير، انا كطبيب بفتح قدامي 4 ملفات. الملف الاول الضغط كشف اسوأ نسخة فيه، الملف الثاني بداية اكتئاب، قلق او احتراق نفسي، الملف الثالث كان فعلا بيخفي شخصيته والقناع هنا سقط، الملف الرابع انه قرر ينسحب من العلاقة. شايف؟ 4 تشخيصات ونفس النتيجة. عشان كده اخطر حاجة تعملها انك تشخص شريك حياتك بنفسك. طيب يا دكتور نعمل ايه؟ اولا بدل ما تقول له ان انت اتغيرت، قول له انا ملاحظ انك مش بخير. ايه اللي حصل لك؟ دي مش مجرد جملة، ده فرق بين وكيل نيابة وشريك بيحاول يفهم. ثانيا لو انت فعلا الطرف اللي اتغير، اعترف، قول له انا مضغوط، انا تعبان، انا محتاج مساعدتك، لكن ما تقولوش استحملني، لان الضغط يفسر العصبية لكن ما يديلكش الحق ان انت تأذي اللي انت بتحبه. ثالثا لو اكتشفت ان السبب مرض نفسي او اضطراب نفسي، اطلب العلاج، ما تحلش الموضوع بالخناق ولا باللوم ولا بالعتاب ولا بالزعيق. رابعا لو اكتشفت ان الطرف التاني بيتعمد الاهانه او رافض انه يتغير او بيستخدم ضغطه كذريعه ان هو يأذيك، يبقى هنا المشكله مش ضغط، المشكله كانت اختيار من الاول. وده ملف مختلف تماما. ولو لسه مخطوب او لسه مخطوبه، ما تركزوش على انه لطيف، ركز هو بيعمل ايه لما بينضغط. بيعرف يعتذر، بيعرف يسمع، بيعرف يرجع يصلح. لان الزواج مش هيختبر اجمل نسخه فينا، الزواج هيختبر النسخه اللي بتظهر تحت الضغط. ودلوقتي جه ميعادنا مع قانون ترميم البيوت رقم 3. ما تحكمش على التغيير قبل ما تعرف السبب، وما تخليش السبب ذريعه ولا عذر لاستمرار الاذى. وقبل ما امشي عايز اسيبك مع سؤال: اخر مره قلت فيها لشريك حياتك انت ما بقتش زي الاول، كم مره بعدها سالته ايه اللي وجعك للدرجه دي؟ لكن خد بالك، مش كل البيوت بتنكسر بسبب شخص اتغير. احيانا البيوت بتنكسر
بسبب كلمة عادية جدا تتقال 10 9 يعدوها والعاشر تغير حياته. ليه؟ لأن المشكلة ما كانتش في الكلمة نفسها، المشكلة كانت في الجرح القديم اللي الكلمة لمسته. في العيادة شفت بيوت كتير كانت على وشك الطلاق، والسبب في النهاية ما كانش خيانة ولا ضرب ولا فلوس، كان كلمة واحدة بس، مش أي كلمة، الكلمة اللي جت على الجرح القديم. وده أول سطر في الملف رقم 4. أشوفكم في الملف القادم من ترميم البيوت.